ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤال تكلم عن مفهوم المجرم. يعني ايه المجرم؟ قالك احنا هنتناول الموضوع ده، المفهوم ده، مفهوم المجرم من كذا اتجاه. اول حاجه مفهوم المجرم من المنظور القانوني، يعني عندنا القانون بيقول امتى الشخص ده نطلق عليه كلمه او لفظ مجرم. قال هو أي واحد ارتكب فعل بيجرمه القانون وفقا لقانون العقوبات، تمام؟ وكمان يكون صدر ضده حكم قضائي بات على أساس إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فلازم يكون الشخص ده صدر ضده حكم قضائي بات بيقول إن الشخص ده متهم، مفيهاش كلام، تمام؟ لازم يكون الشخص المجرم ده شخص طبيعي كامل الإدراك والتمييز حتى يمكن إن أنا بطبق عليه العقاب. حلو. طيب النقد، علماء الاجتماع قالت لا، ما ينفعش إن أنا أقول إن ده مفهوم المجرم. ليه؟ لأن بالنسبة لهم هم، لأن في أفعال بيعاقب عليها قانون العقوبات ولكن المجتمع مش بيعتبرها جريمة. زي إيه؟ زي مخالفات المرور. مخالفات المرور دي قانون العقوبات بيجرمها وكمان بيديها عقوبة. طيب يجي المجتمع بالنسبة له عادي، أصلا المجتمع دايما بيمشي عكس الاتجاه مفيش مشكلة، ويركن عكس الاتجاه مفيش مشكلة، فبالنسبة له دي مش جريمة، تمام. تاني حاجة مفهوم المجرم في علم الاجتماع. علم الاجتماع بيقول ان المجرم ده هو اي حد ارتكب فعل المجتمع حاسس بيه ان هو متضايق منه او بيستنكره. يعني المجتمع هو اللي بيقول لي ان ده مجرم او لا. مجرم لو انا متضايق من الفعل ده يبقى انا بجرم الفعل وبجرم الشخص، تمام. تالت حاجة مفهوم المجرم من منظور علم الإجرام. علم الإجرام بيقول لي المجرم ده معناه إيه؟ قالك إحنا الأول اختلفنا. طب أنتوا اختلفتوا ليه؟ لأن إحنا مش مختلفين أو مش متفقين على حاجتين. هل المجرم ده عشان أقول إن هو مجرم لازم يكون صدر له حكم قضائي بات؟ طيب هل لازم أقول عشان الراجل ده أقول إن هو مجرم لازم يكون مجرم سوي ولا مش سوي؟ طيب هنتناول الجزئيتين. اول حاجه مدى تطلب الحكم البات. يعني ايه؟ يعني في المفهوم في مفهوم المجرم في علم الاجرام بيقول هل لازم عشان اقول ان الشخص ده مجرم لازم يكون صدر له او صدر ضده حكم قضائي بات؟ اختلفنا على رايين. اول راي بيقول لازم عشان اقول ان الشخص ده مجرم يكون اتصدر ضده حكم قضائي بات بيقول ان الشخص ده مجرم. ليه؟ لان في الاصل ان الانسان اصلا بريء حتى تثبت ادانته، ودايما بنسمع الكلمه دي في الافلام كتير جدا، تمام. المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طيب الراي التاني قال لا، مش شرط ان انت يصدر ضده حكم قضائي عشان اقول الشخص ده مجرم. طب انتوا بتستندوا على ايه وانتوا بتقولوا كده؟ اول حاجه بيقول لك هو بمجرد ان هو ارتكب فعل فهو اسمه مجرم. امال هيبقى إيه اسمه ايه؟ يعني من الصالحين؟ لا، هيبقى اسمه مجرم لان هو ارتكب فعل غلط. تاني حاجه ان في ناس اصلا مش بيتصدر ضدها حكم قضائي بالرغم من انها ارتكبت الفعل. زي ايه؟ يعني مثلا واحد قتل واحد والعوامل خدمته ان هو ما يكتشفش هو مين. معنى كده ان هو مش مجرم عشان ما صدرش حكم قضائي ضده؟ لا، هو يعتبر مجرم. ده بالنسبة لرأيه، تمام. رأي الدكتور بيقول لا، أنا بأيد الرأي الأول، وناخد بالنا من رأي الدكتور ونركز عليه ونكتبه بالقلم الأسود في الامتحان، بيبقى يعني بتدي للدكتور وضعه، تمام. طيب رأي الدكتور بيقول أنا بأيد الرأي الأول لأن ده متمشي مع مبدأ الشرعية وبرضه متمشي مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، تمام. تاني حاجة هم اختلفوا فيها وعلى أساسها اختلفوا في مفهوم المجرم في علم الإجرام. إيه هي؟ أول حاجة المجرمون الأسوياء والمجرمون غير الأسوياء. طيب يعني ايه؟ يعني هل انا عشان اقول ان ده مجرم لازم يكون مجرم سوي ولا مش مجرم سوي؟ طيب اختلفنا على كذا رأي. اول رأي قال لا، لازم عشان اقول ان الشخص ده مجرم لازم يكون مجرم سوي. مجرم سوي يعني هو فاهم كامل الادراك، فاهم هو بيعمل ايه، فاهم هو بيقول ايه عشان اقدر احاسبه، تمام. لان لو هو مجنون انا مش هحاسبه، مش هعرف احاسبه. لو هو
اه صح، لو هو مجنون مش هعرف احاسبه، تمام، على اساس ان هو لا يسأل عن افعاله. طيب تاني حاجة، بيرى ان لفظ المجرم يطلق على المجرم السوي وغير السوي. طيب هما بيستندوا لايه؟ بيقول ان الجريمة بتصدر من شخص سوي او شخص غير سوي، يعني من شخص عادي ومن شخص مش عادي، فكده كده ما دام هي بتصدر من الاتنين يبقى انا هسميه مجرم زي ما هسميه مجرم هنا، تمام. تاني حاجة، حتة ان فعل المجنون لا يعتبر جريمة في القانون الجنائي، ده غلط. هو انا دلوقتي لما المجنون بيرتكب حاجة مش بقول عليه ان هو مجرم وبيطبق عليه عقوبة، هي مش العقوبة المقررة في جريمة القتل مثلا، ولكن بخففها له، لكن بيتعاقب، بيبقى الوصف القانوني بتاعه ان هو مجرم، تمام، مجرم مجنون عادي. ده مش معنى ان هو مجنون ان انا مثلا بطلعه بره العقوبه، لا. دلوقتي لو واحد مجنون ارتكب جريمه قتل بيحطوه في مصحه نفسيه محبوس، تمام، فمش معنى كده ان هو بيطلع براءه، لا. طيب تمام. رأي الدكتور بيقول لا، علم الإجرام بيدرس الشخص السوي والشخص غير السوي، وبيدرس المجنون وبيدرس برضو الشاذ، اللي هو الاتنين بياخدوا عقوبة مخففة، لكن ما بينتفيش ان هما اسمهم مجرمين ومعاقبين في قانون العقوبات، بيخفف لهم بس العقوبة، تمام. السؤال ده بيجي كتير MCQ، لكن ما جاش مقالي قبل كده، تمام. اشوفكم على خير في السؤال اللي بعده، سلام.